بصوا حبايبي، قبل ما نشوف الماكريل من اوله لما نفتح عليه، انا فتحت عليه وبصوا المنظر انا احتفظت بيه ازاي. قبل ما نشوف الفيديو احب اقول لكم معلومه كده جميله على الماشي. انا دلوقتي اما فتحت عليه حطيت ايه؟ بصل، وحطيت زيت، وحطيت طحينه وخل وليمون. بحب احتفظ بيه كده اهوت في العلبه وفي التلاجة، وقت ما عاوزه الاقيه بيعيش كتير مادام فيه خل وفيه ليمون، وتلاقي الطعم بيبقى جميل. كمان البصل واخد من كلهم، واخدين من طعم بعض. واخدين بالكم؟ في معلومه يا حبايبي حبيت اقولها لكم، كنت قايلها في الفيديو، اللي عايز يعمل ورق زبده يعمل. احب اعرفكم ان ورق الزبده ده يا حبايبي معمول، يعني مش هقول هجربه، انا مش هقدر اجرب حاجه ما عملتهاش قبل كده وابوظ سمك عشانها. انا احب اعمل بورق الكراريس احسن. يعني انا لو نازله اشتري وما عنديش اطفال مثلا بيذاكروا، اخد الورق الكراسات الابيض منهم، لا، لو نزلت هشتري كراسه مخصوص بيضه علشان احطها في الاول، عشان الكراريس دي بتشرب ميه. لكن ورق الزبده دوت للكحك والبيتي فور بيحافظ ان الحاجه ما تتلزقش، يعني اذا بيبقى ملمسه ناعم. واخدين بالكم؟ كل واحد بقى ليه وجهه نظر، عايزين تجربوه بالزبده براحتكم، بس انا عن نفسي عمري ما جربه بورق الزبده. ولو ما عنديش جرايد، واخدين بالكم سرعه تخلص، يعني ما بقاش حد بيجيب جرايد زي ما الناس بتقول. لو ما عنديش جرايد، قايله لكم في الفيديو على الشكاير. عارفين الشكاير اللي هي بيتباع بالفرخ في حتت معينه كده، ممكن في حتت جمله بتجيبي ورق الشكاير. وممكن لو عندك شكاره اسمنت شيليها واعملي، شيليها وحوشيها واعمليها للحاجات دي. واخدين بالكم؟ فلازم الحاجه اللي بتشرب ميه. يلا بقى يا حبايبي نشوف الفيديو مع بعض. بس قبل ما نشوف الفيديو مع بعض هنشوف السمك لما طلع من غير اللون اللي هو شكل الطحينه، وبعدين نشوف الفيديو من اوله. اتمنى يعجبكم، وبالف هنا وشفا مقدما. بصوا حبايبي، الماكريل اللي طال انتظاره طالع كتل ازاي، لان الماكريل احنا عارفين ان كله لحم. ماكريل ورق الجرايد. بصوا حبايبي، دي طبعا ايه، انا مسلخاها يعني، بس ده لون مش جلد. شوفوا الجمال عشان تعرفوا ان هو الماكريل، عشان تعرفوا لونه من هنا. مش جايبه لكم سمكه غريبه ولا حاجه. شوفوا كله طالع كتل، مش ناقصه الا الزيت والليمون. الناس اللي كانوا بيقولوا ورق الجرايد والرصاص والحاجات اللي بالكم فيها ديت، هتلاقوا ورق الجرايد دوت مش باهت خالص، لا على الاكياس ولا على السمك، كله بعيد عن بعضه. حتى ورق الاجنده. واستعملي لو عايزه، استعملي في الاول ورق زبده لو عايزه، وممكن ورق كراسات عادي. لو ما فيش امكانياتك تجيبي ورق زبده، اعملي بورق الكراسات. ورق الكراسات ممتاز جدا، بس يكون ابيض مش مكتوب فيه زي ما انا حطيت الاجنده كده. واخدين بالكم يا حبايبي؟ بصوا الجمال، ولا جرانين باهته ولا حاجه. لما تشوف الفيديو هيعجبك جدا. يلا بقى نصلي على النبي، مش ناقصه الا زيت وليمون وطحينه، وكلي احلى ماكريل بورق الجرايد. يلا حبايبي نصلي على النبي ونشوف الفيديو مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده معنا. يلا حبايبي نشوف السردين اللي هو الماكريل اللي طال انتظاره، وكان فيه هجوم عليه، وكان فيه ناس راضيه بيه. نشوفه بقى حصل فيه ايه، ونشوف الجرايد عملت ايه في السردين. واخدين بالكم؟ نفتح عليه بقى ونشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا جايبها لكم افتح عليه بالظبط وتشوفوه ايه في النهايه شكله ايه. يا رب يعجبكم. هقول لكم معلومات في الفيديو دوت. اهو يا حبايبي، طبعا ايه مفيش تاكل ان الفيديو طويل، بس يا حبايبي معلش عشان ايه، كنت عايزه اوصل لكم بس المعلومه. واخدين بالكم؟ اهو اول حاجه، تاني حاجه اهو. الاكياس طبعا هتبقى كتير والباسكت هيتملي، بس ايه هنشوفه الماكريل بقى ايه ان شاء الله يبقى جميل، لاني مجربته كتير. اهو يا حبايبي، مفيش اي ريحه دلوقتي قابلتني لحد دلوقتي. وطبعا هيعكسني اللي هو انا بدلت المقص صعب شويه، كنت اجيب ايه سكينه.
اهو. شوفوا يا حبايبي اللفف اللي كانت كتيره ازاي، شوفوا اهو. طبعا هشيل في الباسكت كل ده اول باول اهو. بصوا بقى الجمال يا حبايبي، بصوا بقى ورق الجرايد مبلول ازاي اهو، مندي يعني ايه، هتلاقيه مندي شكله كده نجح. لقيت المدى ده. والناس اللي بيقولوا يا حبايبي ورق الجرايد لازق في الايه، في السمك، لا بالعكس، ورق الجرايد مش لازق في السمك خالص، وعارفين انه مضر. والناس اللي بيقولوا صفحه الوفيات هاخد بالي منها جدا وهحرقها يا حبايبي، وان شاء الله باخد بالي من صفحه الوفيات ما احطش فيها بعد كده، ده ان كان في جرانين. انا بس حبيت ايه اعرفكم الفكره ديت، وانتوا بقى اعملوها بطريقتكم. بس بصراحه ورق الجرانين هو اللي بيخليه ممتاز. بصوا حبايبي، بصوا الجمال، هتلاقوه ناشف والميه فيه ناشفه كده وجميله، مش مرهرط في ميه. بصوا بصوا المنظر، ولا ورق الجرانين بايش ولا اي حاجه. شوفوا اهو بتتقطع بقى كده وممكن اهو. شوفوا ورق الجرنان، شوفوا المنظر، بصوا ولا مبقع، حتى ورق الجرنان مش مبقع على الكيس ازاي، لان معمول قبل كده. بصوا يا حبايبي المنظر، بصوا يا حبايبي المنظر اهو. والريحه لحد دلوقتي مفيش ريحه يعني بصراحه. شوفوا ورق الجرايد اهو، طبعا تحته اكياس ثانيه اهو. وورق الجرايد مش تبع الاكياس ولا فيه اسود ولا اي حاجه. شوفوا المنظر، تلاقي ايه زي ما زيوت ميه خفيفه اهو يا حبايبي، فظيع. والريحه مش الريحه اللي هي بتاعت الفسيخ، لا ريحه بصراحه جميله، مش يعني مش زي الفسيخ بتبقى ريحته يعني نفاذه قوي اهو. بصوا يا حبايبي الجمال، بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي اهو. بصوا 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 يا حبايب قلبي اهو. شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجرانين، بصوا الجرانين لا بقعت ولا اي حاجه. شوفوا اهو. الورق الابيض بقى اللي احنا قلنا بيبقى بداله ايه، ورق الزبده. بس في ناس قالوا ينفع بورق الزبده. ورق الزبده حاسه ان هو مش هيشرب اهو. شوفوا يا حبايبي الورق الجرايد بعيد، والورق اللي هو الابيض اهو اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال، حمار فعلا وحلاوه، بطيخه دي باين. بصوا المنظر يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الزبده، بصوا الزبده يا حبايبي، بصوا يا حبايب قلبي، بصوا الجمال، حاجه كده منتهى الروعه. بصوا بصوا يا حبايب قلبي، ندوقه كده نشوفوا ايه. بصراحه والله والله يا جماعه، بس انا مجرباه قبل كده، مجرباه وعارفاه. والجرايد شوفوا، ولا الورق ده كمان اللي هو المسطر، الناس بتقول عليه مسطر، عمل عليه ولا اي حاجه، ممتاز والله. لو جربتوه ده فظيع فظيع بنفس الطريقه. بس اللي مش عنده بقى ورق جرايد يعمل ايه بقى يا حبايبي؟ بصوا الجمال، عارفين ورق الشكاير؟ في اخت كانت قالت عليه برضو. ان شاء الله ان شاء الله لما الجرايد تخلص من عندي اشوف ورق الشكاير ان شاء الله. ورق الشكاير بيتباع بالايه يا حبايبي؟ بالفرخ. ممكن تجيبيه من المكتبه لو ما لقيتوش في حتت مثلا في الفجاله في العتبه. بصوا حبايبي الجمال، بصوا بصوا المنظر، بصوا المنظر. والحدوقيه معقوله والله العظيم، والله العظيم احلى من 1000 فسيخ. وتاكلي منه يعني مليان لحم وتنقيه كده حلو. بصوا المنظر ما شاء الله، تحفه. ومش ريحه الفسيخ بقى. نشوف ثالث سمكه اهو. بصي فاتحه نفسها والله العظيم، بسم الله ما شاء الله. وشوف البطارخ مهريه ازاي، بصوا البطارخ المرمله اتهرت ما شاء الله. فظيع فظيع يا جماعه. الناس اللي كانت بتهاجمني وتقول دي انا ما بعملش اي حاجه بنزلها لازم اكون مجرباها. شوفوا يا حبايبي اللحم، شوفوا اللحم والجمال. بصوا يا حبايبي، بصوا بصوا المنظر ده. انا بقى هجيب علبه، شوفوا شوفوا يا حبايبي، بصوا والسمكه ايه من هنا جميله ازاي. انا دلوقتي هقشره واحطه، واحط عليه طحينه، واحط عليه ليمون. شوفوا اللحم كتير ازاي فيه. بصوا بصوا اللحم يا حبايبي، بصوا يا حبايب قلب اللحم اهو. بصوا يا حبايبي اللحم اللي تحت اهو. بصوا بصوا يا حبايبي، بصوا الجمال،
بصوا الجمال، بصوا الجمال. بس فين الناس اللي كانوا بيهاجموا الجرايد مش لازقه عليه ولا اي حاجه؟ هو بس يا حبايبي حطوا ممكن ورق زبده في الاول عشان ما كانش عندي، وحتى ورق الاجنده اللي بيقولوا عليها دي ما بهتتش على الايه، على السمك خالص بصراحه. تحفه وريحه يعني بصراحه ما اقولكوش، مش ريحه الفسيخ اللي هي النفاذه دي، حاجه تفتح النفس بصراحه. اتمنى يا حبايبي تجربوه، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير كده. حاجه مضمونه في البيت، وايه وممكن ايه نعملها بسهوله ولا نشتريها من بره والامراض اللي بتحصل. بصوا حبايبي، بصوا حبايبي، بصوا حبايب قلبي، بصوا بصوا المنظر، بصوا الجمال. الحاجات دي نقشرها عامل والله اكني رنجه ومش مفيش ريحه في البيت ولا حاجه. يعني خللت الفسيخ ريحته بتبقى صعبه برده، مش كل حد يحبه. ده هيحبوه اطفال صغيرين كبار، الفسيخ قليل اللي بيحبوه عشان ريحته، لكن ده اكني بتاكلي رنجه. حطي بقى عليه زيت، حطي ملح، حطي خل، واخده بالك. وبكده اكون وريت لكم الماكريل اللي اتعمل بورق الجرايد، ناجح 100%. شوفوا اللحم الجميل، شوفوا اللحم، بصوا الجمال يا حبايب قلبي. بصوا اتفرجوا كده، وبألف هنا للي يجربوا، والناس اللي جربته ألف هنا وشفا. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.